صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم الأحباب، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة والعافية كبيركم وصغيركم. رانا في فصل الصيف ويكتر التعرق بزاف ونستعمل معطرات كيميائية. اليوم جبت لكم معطر طبيعي. هذه وصفة قديمة ماشي تاع دوكايا، يخليها طبيعية وكاين اللي يزيد لها كريمة. انا خليتها طبيعية كما كانت الوصفة قديمة. نبداو على بركة الله. بسم الله. نجيب حجرة تاع الشب والمهرس تاعي ونقعد ندقها هكدايا حتى ترجع بودرة رطبة بالبزاف بهذا الشكل كما راكم تلاحظوه. وتانيك نجيب حبة القرنفل، تجيبي 7 حبات ونحطهم في المهرس تاعي، وتانيك نقعد ندقهم حتى يرجعوا بودرة كيما الشب. القرنفل اللي يعمل على التعقيم والشب يعمل على غلق شوية المسامات وتانيك مبيض. هذه هما المكونات بعد ما درستهم: القرنفل وهذاك الشب، وهنايا درت المسك. نديرو حوالي 3 كيما هكذايا تاع المسك، وتانيك نهرسهم، وتانيك نجيب بودرة تاع الاطفال الطلق باش نخلطو كاع مع المكونات. الطلق يساعد تانيك على التبييض ويخلي المكان ناشف ورطب. نبداو في الخلط، نخلطوا المكونات كامل. ولا كانت رائحة المكون هذايا اي المعطر ناقص من رائحة المسك، لازم نزيدلو ان شاء الله. دوكا نحط طالك بالطبع، وليت تحب ولا لي يحب زيد في المكونات اللي زيد برك في المقادير كيما راني درتهم هنايا. زيدوهم. حاولوا الشب ما ديروش بزاف باش ما يغلق لكمش كاع المسامات. هنايا جاتني حوالي تقريبا كاس من هذه الكميه. نكمل تخلط تاع البودره تاعي ونشوفها في الاخير ان شاء الله. يا النتيجة الأخيرة لمزيل العرق الطبيعي، خير من نستعملوا مزيل العرق الكيميائية. طريقة الاستعمال تاعو سهل. بعد ما تنظفي الابط تاعك ولا انت ولا انتي بصابون الحجرة تنشفي، ومن بعد ديري منه هذا قليل من البودرة هذه تستعمليه يوم بيوم. من الامانه انا زدت شويه من المسك باش يزيد يقوي لي في الرائحه. ان شاء الله هذه وصفه طبيعيه تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم واستعملوها هكا ليكم، ومام حتى لولادكم يكونوا شويه كبار ماشي صغار، وهكذا نكونوا رائحتنا معطرة، ما نخرجوش بهذيك الرائحة اللي غير مرغوبة. هكذا كملت الفيديو. كنتم مع قاموس الأبيض. السلام عليكم.